هل هيحصل مشكلة لو اتحاد الكورة قرر يخلي الأندية كلها تضم 5 ناشئين في الفريق الأول وده إجباري وإلزامي على كل الأندية؟ مش هيحصل حاجة. لازم نشوف الجيل الجديد عامل ازاي، لأن الجيل الجديد شكله مضروب بالنار 6 مرات قبل كده. الجيل الجديد مفيش كورة، احنا بنشوفهم في كأس الرابطة ما بيلعبوش بجنيه كورة، مفيش أساسيات كورة أصلا. ممكن تلاقي لاعب من وسط 40 50 لاعب هو اللي حلو، ومش هيبقى في أهلي وزمالك لأن هي ماشية بالوسطات عندنا، في أهلي وزمالك فلوس ووسطات. فهي الفكرة لو الاتحاد الكورة ألزم كده دي هتبقى حاجة حلوة. انت بتطلع 5 لعيبة ناشئين هم احسن 5 عندك، منهم اللي عارف يتأقلم مع الفريق الأول، ومش هتلعبهم كل الماتشات. وفي فرق يعني مين في اللي هيقول لك مثلا طب ما انا ممكن احط ال5 وما العبهمش، هتحتاجهم غصب عنك، اصابات بقى، لاعب ماتش خلاص خلصان هتنزله ممكن يعمل لقطة تخلي المدرب يفكر فيه كده. انما احنا هنفضل، احنا معدل اعمار المنتخب عندنا في الثلاثينات، ده احنا رابع اعلى معدل اعمار في افريقيا في افريقيا ده اهي. المنتخبات كلها عندها بال 200 وال 300 لاعب في الدوريات ال5 الكبرى وفي اوروبا عامه، عيال صغيره، احنا ما عندناش حد. فلازم نعمل كده، ولازم اي لاعب يجيله فرصه احتراف نمشيه. اهو دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تصلح الكره المصريه.